مرة تانية برحب بكم مشاهدينا. آخر حواراتنا آخر موضوعاتنا أكيد قضية البطالة بتفرض نفسها بشكل كبير جدا في كافة المناقشات. مفيش حد ما بيتكلمش في إن ما عندوش مشكلة. أكيد في كل بيت في حد ما بيشتغلش، فدي مشكلة كبيرة جدا. حوارنا الحقيقة في هذه الفقرة هيتكلم عن أو هيبقى ليه محورين أساسيين. المحور الأول هو محور البطالة، إزاي نقضي عليها بشكل ابتكاري وجديد. المحور الثاني هو تطوير الصناعات المصرية. الحقيقة لما بنتفرج على اي صناعه للاسف بتكون جايه لنا من بره، الحاجات الصيني بنبقى منبهرين ازاي معموله بالتقنيه دي وبسعر رخيص. هنتكلم عن تطوير الصناعات المصريه وعن القضاء على البطاله، ولكن بشكل ابتكاري ومختلف، من خلال لقائنا مع دكتور طارق صادق رضوان، الخبير الاستشاري في تطوير الدول الناميه في المانيا ورئيس مكتب سيداس الالماني لتطوير الدول الناميه. اهلا بحضرتك فندم، صباح الخير. صباح الخير لحضرتك. في البدايه نعرف الناس يعني ايه خبير استشاري لتطوير الدول الناميه. هو بسيط، يعني التعريف بسيط جدا مش صعب. الخبير الاستشاري هو بيعتمد اصلا في البدايه على الفكر او الرؤيه بعيده المدى بالنسبه للدوله. يعني اهم حاجه بالنسبه لتطوير الدول الناميه او الدوله الناميه ان احنا بنشوف الدوله عاوزه توصل لايه، وايه العناصر اللي موجوده عند الدوله من سواء ثروات الدوله، سواء ايه مواردها وامكانياتها يعني، والشعب بتاع الدوله كمان. يعني سكان الدوله بما فيها الموارد البشريه، وكيفيه تحويل الدوله النهارده، سواء لو كانت دوله من دول العالم الثالث، لو كانت دوله من الدول الناميه. بنشوف النهارده رئيس الدوله عاوز يوجه الدوله بتاعته لانهي اتجاه. فالدولة النهاردة بتبدأ يحصل لها نوع من زي دراسة الجدوى بالنسبة للمشروع. ونشوف بتعتبر الدولة زي المشروع، بالزبط. ليه عناصره وليه أركان، وتبدأوا تشوفوا المشروع ده يقوم ازاي. ويشوفوا الأساسيات اللي عندهم ايه، وعدد سكان الدولة قد ايه، وايه نسبة التعليم العالي فيها، وايه نسبة التعليم المتوسط، وايه نسبة التعليم الأساسي، وايه نسبة الأمية، وايه نسبة الفقراء، وايه نسبة الأغنياء، وايه نسبة الطبقة المتوسطة. ديت بتعتبر زي بيز، وبالإضافة طبعا لكل الثروات اللي موجودة في الدولة، سواء من ثروات معدنية أو ثروات زراعية أو ثروات سمكيه او انتاجيه او انتاجيه يعني. وبعدين نشوف بقى الدوله دي عاوزه توصل لايه، او ايه الخريطه المستقبليه بالنسبه للدوله. طيب. وبناء عليه بقى بيتحط بقى الخريطه الاخرى يعني، او الخريطه الجديده اللي ممكن تتنفذ. طيب احنا هنتكلم تحديدا عن هذا المشروع، مشروع التاهيل المهني او اعاده اكتشاف الصناعه المصريه ومحاوله علاجها من حاله التردي اللي وصلت لها بشكل كبير جدا في مؤخرا، يمكن كمان بعد ثوره 25 يناير، يعني مع تردي الاوضاع الامنيه، مع الكثير من ارتفاع نسبه البطاله، مصانع كثيره بدات تقفل للاسف. اكيد في مشاكل كتيره جدا. ايه المقترح اللي حضرتك تقدمت بيه علشان ممكن ان هو ينهض بهذا الجانب؟ لا، احنا يهمنا انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. احنا يهمنا في المرحله الاولى قبل ما نتكلم على موضوع تطوير الصناعه، فاحنا عاوزين نعمل عمليه انفتاح في الصناعه. يعني دي المرحله الاولى قبل ما نتكلم في موضوع تطوير الصناعه، لان تطوير الصناعه نخليها مرحله تانية مش مرحله اساسيه. يعني نخلي المرحلة الأولى أو السلمة الأولى بالنسبة لنا هنا في مصر اللي هي المشروعات الصغيرة الصناعية، أو مش في الصناعة بس، ممكن تبقى في الزراعة كمان، وده مهم جدا. يبقى لازم نركز، مصر محتاجة في الوقت الحالي المشروعات الصغيرة. لأن المشروعات الصغيرة هي المشروعات اللي بتعمل عملية جذب، او زي ما بنقول ايه يعني بتستوعب اكبر كم من العماله في التشغيل. اسهل انها تشغل ناس كتير يعني. طبعا دي رقم واحد، المشروعات الصغيره. بس النهارده قبل ما بنتكلم برضو الموضوع هو محتاج نوع من التنظيم. يعني هي زي منظومه كامله، مش بشكل عشوائي اكيد. بيحتاج عده خطوات، ولكن كل هذه الخطوات في الاخر بتكمل الحلقه. فالنهارده عشان نعمل المشروعات الصغيره ونقدر نشغل او نستثمر فيها كم الطاقه، القوى البشريه اللي موجوده عندنا من المصريين، سواء هذه القوى البشريه بتتمثل في الطبقه الفقيره في المجتمع، او الطبقه الأمية، أو الطبقة الفارة من التعليم، أو الطبقة التعليم الأساسي، أو الطبقة التعليم المتوسط.
يبقى لازم اول حاجه نأهل هذه الطبقه قبل ما نشغلها. فعشان نأهل هذه الطبقه ونخليها جاهزه انها تبدأ تشتغل في هذه المشروعات الصغيره، يبقى مصر في اشد الحاجه حاليا لعمليه استيراد للمعايير العالميه من الخارج، علشان نأهل الطبقه او القوى البشريه اللي موجوده عندنا حسب هذه المعايير. يبقى احنا كده نقدر نعمل عمليه توافق، ان احنا ناخد الانسان المصري او المواطن المصري وندخله المعايير العالميه، ندخله المدرسه او المركز، ان احنا نعلمه المعايير اللي اشتغل فيها. بالاضافه مش مجرد بنعلمه المعايير، احنا بنعلمه التخصصيه في الصناعه اللي هيشتغل فيها. يعني ازاي هيبقى متخصص في حرفه او في مهنه معينه بس حسب المعايير العالميه. طيب عظيم يا دكتور، يعني هو اكيد ده هدف كويس جدا. آلية تنفيذ حاجه زي كده ايه بقى، خاصه وان الناس يعني تعبت من كلمه ان إيه انت عايز تشتغل، طب تعالى دربك شويه، لان الناس عايزه تشتغل على طول. هو صحيح ده عامل خلل صحيح في سوق العمل، بس ده انا بسميه نظام ارتجالي في الدوله. لان النهارده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه حاليا هو ليس من اختصاص المؤسسات أو الجهات الخاصة. هذا من اختصاص الحكومة المصرية. لازم نعترف بذلك تماما. بس النهارده عشان اللي هو انها تأهل الناس عشان تكون صالحة لسوق العمل. مش النهارده مين اللي مسؤول عن الشعب؟ ما هو الحكومة. يبقى النهارده هذا من اختصاص الحكومة المصرية، انها تبقى تقوم بعمليه استيراد المعايير العالميه. طب تعمل ايه؟ ما احنا عاوزين نتكلم بقى في الموضوع نفسه بشكل تنفيذي. بالظبط نعمل ايه؟ احنا محتاجين النهارده زي ما عندنا النهارده حاجه اسمها الاتحاد العام للغرف التجاريه في مصر، محتاجين حاجه اسمها الاتحاد العام للتكوين المهني والحرفي في مصر. هذا الاتحاد ده اللي احنا بدأنا فيه، ده اللي احنا وقعت بصفة خاصة وليس ممثل للحكومة المصرية. من مؤسستك مؤسسة أهلية يعني بالزبط. غير رسمية وغير هادفة للربح. لا احنا مكتب استشاري في ألمانيا في تطوير الدول النامية مع الجانب الألماني، ولكن وقعت لحب في مصر، لأن طبعا ليا هدف ان انا عاوز اخدم الشعب. فبالتالي عاوزين نعمل عملية تحويل للمعايير الأوروبية وعلى رأسها المعايير الألمانية، لأن حضرتك تعلمي أن الصناعة في ألمانيا بتعتبر رقم 1 في العالم. صحيح. فبالتالي عاوزين نعمل عملية تحويل للمعايير الألمانية لفين؟ لمصر. فبالتالي احنا النهاردة شغالين في هذا المشروع وفي صياغة المشروع وعلى وشك الانتهاء، اللي هو كإنشاء الاتحاد العام للتدريب المهني والحرفي في مصر، ويبقى له استقلالية في الدولة ويشرف أو يتبع لمجلس الوزراء مباشرة. وهذا الاتحاد ينبثق منه على مستوى المحافظات، اللي هي غرف على مستوى المحافظات اسمها غرفة المهن الحرفية على مستوى المحافظة. هذه الغرفة هي دورها الأساسي هو الإشراف وإدارة المدارس اللي هيتم إنشائها على مستوى القرى في مصر. تمام. ويبقى بس مش إدارة هذه المدارس اللي بيتم إنشائها، لا ده كمان هي بتقوم بعملية تنظيم منظومة كاملة متكاملة، إنها بتقوم بعملية إنها تدريب هذه الكوادر البشرية بجميع الطوائف اللي احنا اتكلمنا عليها، وعملية كمان من أبناء القرية نفسها اللي هيكون موجود فيها المركز ده، وعملية تشغيلها كمان. يعني احنا بنتكلم على منظومة على أحدث مستوى الإدارة والتخطيط، إنها تتم عشان تتم في مصر، علشان نقدر نستثمر الكوادر البشرية اللي موجودة عندنا في مصر، وتقدر في الحالة دي مصر تنهض. وبالتالي احنا فعلا يعني احنا عملنا كمان، احنا انا بعت لألمانيا واستلمناه بالكامل. استلمنا كمان نظام الإدارة بالكامل، استلمنا كل التخصصات في مجالات الصناعة ومجالات الزراعة ومجال الخدمات، اللي هو ازاي ايه المعايير وايه اوجه التعليم. وبركز على التعليم العملي، لان احنا بنقوم بتعليم عملي وليس تعليم نظري. ده اللي انتوا هتعملوه في المؤسسه. لان التعليم العملي هو اللي بيوصل هذا الانسان ازاي يبقى متخصص،
وبالذات في اقل وقت ايه وازاي يشتغل على ممكن. طول. يعني طبعا. هي دي من اهم المشكلات اللي كانت بتواجه سوق العمل في مصر، ان احتياجات سوق العمل مش متطابقه تماما او نهائيا مع المدخلات للسوق. يعني بيبقى في عندنا ناس ممكن تشتغل الحاجات دي مش متوفره في سوق العمل، وفي عندنا حاجات في سوق العمل مفيش حد بيعرف يعملها من البشر. فعدم التطابق ده هو من اهم وابرز اسباب البطاله اللي بنعاني منها في مصر للاسف. ده حقيقي. وفي نقطة كمان، يعني أنا عاوز أضيف لحضرتك كمان حاجة، إن النهاردة أي مستثمر سواء مستثمر مصري أو مستثمر أجنبي، إيه اللي يهمه في المرحلة الأولى؟ اللي يهمه في المرحلة الأولى إن يلاقي الكوادر البشرية اللي هتشتغل عنده في المشروع اللي هيقوم بيه كوادر مدربة ومتخصصة. ودي مش موجودة في السوق المصري. صح. فبالتالي النهارده بيحصل له نوع من الايه، من الدروب، يعني بيحصل له فيا اما ما يشتغلش في السوق، يا يستخدم معاه عماله. بالظبط. ولذلك بتلاقي بعض المشاريع هنا في مصر بعت جايبه عماله من السودان وبعت جايبه عماله من الهند. طب وليه النهارده المواطن المصري ربنا خلقه ان هو بيتميز بفكر وذكاء، بس هو ناقصه ايه؟ ناقصه ان النهارده يبقى مسؤوليه الحكومه انها تدرب هذا الشخص وتحطه على اول الايه؟ السلم. طيب وبعد دكتور كده صادق بقى، يعني نتكلم عن الخطوات التنفيذيه. حضرتك قلت انتوا استخدمتوا من المانيا فعلا المشروع او الهيكل اللوجستي لعمل هذا المشروع. طيب ايه الخطوات بعد كده؟ يعني هل في اتفاق تم بينكم وبين الحكومه المصريه لتنفيذ ده فعلا، او هيبقى في ممكن يبقى في دعم او تعاون بينكم وبين مجلس الشعب؟ احنا دلوقتي خلاص يعني ان شاء الله على مدار ال10 ايام اللي جايه هنخلص المشروع بالكامل كملف كامل بكل النظام الإداري، بكل آليات المشروع وآليات تنفيذ المشروع، وبكل أهداف المشروع وكيفية والصورة كمان إزاي ده هيحول مصر من دولة نامية حاليا إلى دولة متقدمة. وهناخد المشروع بالكامل للعرض على مجلس الشعب لطرح فكرة عمل تشريع أو قانون خاص لهذا المشروع، ونبدأ في آليات تنفيذ هذا المشروع. نعم، احنا صحيح لسه في الخطوات المبدئية، لكن أو في أولى الخطوات الإجرائية والتنفيذية لهذا المشروع. تمام. لكن عشان اربط الكلام اللي انا بقوله ده مع المشاهد اللي قاعد في بيته دلوقتي، ازاي هو ممكن يستفيد لو حد دلوقتي عنده حرفه او هو عايز يشتغل، وممكن ان هو حتى لو جامعي وعايز يشتغل في حرفه، ليه لا؟ لو عايز يطور نفسه، ازاي ممكن يكون في تواصل بينكم وبين الناس دي؟ هيتم ازاي؟ هل من خلال المراكز اللي هيتم انشائها؟ ما هو ده حضرتك اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني احنا قلنا ايه؟ انشاء الاتحاد العام، والاتحاد العام ينبثق منه على مستوى المحافظات غرفه اسمها غرفه المهن الحرفيه. فالغرفه النهارده على مستوى المحافظه، فكل النهارده كل قاطني محافظه بيتجه الى الغرفه لتسجيل بياناته. وبعدين عمليه بيتم عمليه زي ما بنقول اختيار، يعني اختيار العناصر. والنهارده العنصر كمان بيختار انا عاوز اتخصص ايه. لان النهارده لو حضرتك تبصي عندنا كتير من المصريين بيجمع ما بين شغلتين وثلاثة واربعة. صحيح. ده مش صحي للدولة. يعني ده ما بيودي، يعني مش هيقدم مش هيكون للدولة مجيد في كل مهنة. أكيد يعني. فاحنا عاوزين النهارده هذا الانسان يبقى متخصص في مهنة واحدة حتى أن يصل إلى سن المعاش. يبقى النهاردة الموضوع الغرف اللي بنتكلم فيها على مستوى المحافظات هي اللي بتقوم بعملية التنظيم والإدارة لكل قاطني المحافظة. وبعدين النهاردة كمان احنا ما بنقولش بس ده التعليم العالي، ده احنا بنقول احنا عاوزين نبدأ نعمل عملية استثمار، نستثمر ان كل المصريين من الجنسين بدءا من سن ال15 سنة حتى سن ال50 سنة، سواء بمختلف مراحل التعليم أو حتى أمي. ليه؟ لأن دوت النهاردة ده أساسه، يعني المشروعات الصغيرة اللي اتكلمنا عليها في الأول هي دي أساس الأساس الجذري لتحويل الدولة إلى دولة إيه؟ متقدمة. بيبني اقتصاد دولة طبعا، يعني بيأثر جدا في اقتصاد دولة. فالنهاردة لو تبصي حضرتك على مستوى قرى جمهورية مصر العربية كلها هتلاقي إيه؟
العشوائيات كتير جدا، هتلاقي الأمية كتير جدا، هتلاقي المرض نسبة الأمراض عالية جدا في مصر، هتلاقي عدم الوعي غير متوفر. طيب النهارده المادة أساس الحياة، الاقتصاد هو أساس الحياة. قوة الدولة في قوتها اقتصاديا وليس قوتها سياسيا، لأن لما بتبقى قوية اقتصاديا فهي بالتالي بتبقى قوية طبعا ده على مستوى العالم، دي حاجة معروفة. صحيح. فبالتالي النهارده استثمار المواطن او الكوادر البشريه اللي موجوده في القرى بعمل المشروعات الصغيره على مستوى القرى، بان احنا عمليه استيراد المعايير ونأهل هذا الشخص ويبقى النهارده بيصنع جوه القريه بتاعته. يعني حتى ما عملناش عمليه ان احنا النزوح الى المدينه، مش عاوزين يعني نعمل المدن الصناعيه. فكره لا ده ممكن يعني فكره المدن الصناعيه دي انا بعتبرها فكره فاشله. انشاء المدن الصناعيه في مصر هي فكره فاشله. ليه؟ لان دي عملت عمليه زحف، يعني من كل القرى الناس الى من القرى الى الصناعية. المحافظه او تمام. طب انا ليه اعمل كده؟ طب ما انا النهارده لو عاوز ننشئ لهم صناعه في مكانهم. بالظبط. لو انا النهارده عاوز اعمل تطوير للقريه، هنعمل تطوير للقريه ازاي؟ لازم النهارده المواطن في القريه اللي هو المواطن الفقير، في ناس مش لاقيه تاكل، في ناس ما عندها الدخل ما بيكفيهاش، ولكن النهارده لما باخده النهارده وبقول انا هعمل المشروعات الصغيره في القريه، يبقى معنى كده ان المستورد هيقول المستثمر هيقول بالنسبه لي انا كمستثمر ارخص لي، لان العماله في القريه ارخص من العماله أكيد. فين؟ وفرت سكن وفرت مواصلات ونقل وكل حاجه. كل حاجه. وفي نفس الوقت يحس ان هو زي ما يكون بنسميه اللي هي الصناعات العائليه، يعني كانها جوه العيله. النموذج الصيني بيحضرني قوي هنا يا فندم. ما هو نفس النظام. هو النموذج الصيني اللي احنا بنتكلم عليه. هم بداوا اصلا الصناعات بداوا في القرى، صحيح. ما بداوش في المدن الصناعيه بشكل عائلي. وبعدين اللي حصل لما حصل كم من المشروعات الصغيره على مستوى القريه بقى فيه ارباح عاليه، فبالتالي حصل نوع من التطوير فين؟ حصلت طفره وبداوا يصدروا كمان وكل حاجه. صحيح. قبل التصدير كمان انا بتكلم على الطفره او التطوير اللي حصل للمواطن نفسه. يعني الفكر، يعني سوري النهارده لما اخد انا العامل دوت او الفلاح اللي هو في القريه ويروح المصنع انا بتكلم على مشروعات صغيره، انا بتكلم على مصنع 500 متر مربع، ما بتكلمش على حاجات هيلمانات، بتكلم مثلا المصنع ده فيه خط انتاج واحد بس. فالنهارده لما يروح حتى بالبهيمه بتاعته لغايه المصنع، بعد 6 شهور هيغيرها بعجله، بعد 6 شهور هيغيرها بالفسبه، بعد كده هيقلع الجلابيه وهيلبس البنطلون والقميص. فبالتالي بيحصل له نوع من التطوير في الفكر. ده بيحصل على ايه؟ على مراحل. ده يجي ازاي؟ يجي من المشروعات الصغيره اللي في القريه. تلاقي حتى المنظر المعماري بتاع القريه بيبدا يتغير، الشوارع بتبدا تترصف، الاضاءه بتبدا فتبدا القريه تتحول الى قريه ايه؟ نموذجيه. صحيح. فبالتالي يعني هو الحقيقه كلام حضرتك كله تفاؤل، اللي هو الناس بس محتاجه انها تحس بحركات ملموسه على ارض الواقع، لان احنا محتاجين منظوم. بص انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، بقالنا كتير للاسف بنسمع تنظير الكلمه دي حلوه. احنا محتاجين ايه؟ ده السؤال مهم. احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين قبل ما نتكلم، مش محتاجين نتكلم كفايانا كلام. احنا محتاجين نحط منظومات استراتيجيه على ورق قدامنا، نحطها خطط استراتيجيه للدوله وننفذ الخطط دي ونمشي عليها ونلتزم بيها، وبعد الموافقه عليها لا يجوز لاي شخص على الاطلاق ان هو يغير في هذه المنظومه علشان يبقى لها هدف استراتيجي في المستقبل بعيد المدى. بالظبط تتنفذ. ده الحقيقه بالروح المتفائله دي انا بختتم حديثي مع حضرتك الدكتور صادق رضوان، الخبير الاستشاري في تطوير الدول الناميه بدوله المانيا. انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا شكر موصول لكم انتم ايضا. حاولنا من خلال فقراتنا في صباح